السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ تعالوا نشوف تاني وصفات العيد، عظمة جدا والشكل تحفة زي ما انتوا شايفين. تعالوا نخش على الوصفة كده بسرعة ما نضيعش وقت، واقول لكم المقادير والخطوات بالراحة خالص، ونحاول نعمل بكل بساطة وسلاسة مع بعضينا وما نصعبش الموضوع على بعض. معايا 2 كيلو كده من الدقيق زي ما انتوا شايفين ان انا ماسكاهم في ايديا كده. هبدأ كده ان انا انخلهم. طبعا ما بنستخدمش اي دقيق حتى لو كنا واثقين منه 100% ان هو نظيف مفهوش اي حاجة، ما تستخدموهوش من غير ما تنخليه، يعني رجاء، علشان ساعات بيكون في حاجات انتي مش شايفاها، فيستحسن انك انتي تديله نخلة كده على السريع وتتيهدي عليه كده وايه، وتقولي اللهم بارك وتسمي على حاجتك وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وده بيكون أحسن ليكي ولخبيزك يعني، أو لأي حاجة انت بتعمليها. تمام. كده خلاص أنا نخلت ال2 كيلو دي بتاعي. أنا النهاردة هعمل ايه؟ هعمل الكحك على البارد، مش هعمله على السخن. يعني بس احنا نديله كده ايه سنة مادة حافظة. ازاي يعني هتعملي ايه؟ هنشوف مع بعض. ما تستعجلوش الخطوات، كل الخطوات جاية. وطبعا مش محتاجة ان انا افكرك انك لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي وكل وصفاتي. تعملي لايك واشتراك، تعملي لايك وشير لاصحابك علشان عيلتي الحلوة تكبر بيكي. انا هنا كده بقول بسم الله ونزلت باول كوبايه من السمنه. انا هنا معايا هستخدم للكحك سمنه بلدي وسمنه روابي، هخلطهم على بعض، يعني مش هستخدم حاجه واحده بس، هستخدم الاتنين. تمام. حطيت كده كوبايه من السمنه، هنزل عليها ب5 معالق من السمسم. تقدري تزوديه براحتك وتقدري تقلليه براحتك، دي حاجة ترجع لك. ما بتحبي السمسم خالص في الكحك تقدري ما تحطيش، لكن يستحسن انك انتي تحطي، حتى لو هتحطي معلقتين على الكيلو. هو الكيلو ممكن اقل يعني، لو انتي بتحبيه يعني وكده اقل حاجة تحطي 3 معالق من السمسم. لو انتي ما بتحبوش خلاص حطي المعلقتين، مش هتحسي بيهم على الكيلو ان شاء الله باذن الله. ودي هنا كنت معايره كوبايتين وكوبايتين من السمنه زي ما قلت لك، انا كنت مخلطه. اللهم صل على سيدنا محمد. كوبايتين وكوبايتين، كوبايتين سمنه بلدي وكوبايتين من الماده الدهنيه، اي نوع بقى ان انت هتستخدميه، اي نوع سمنه عندك. تمام. نزلت كده، رحت بقى حطيت الكوبايه من السمنه اللي انا وريتها لكم ونزلت بيها على السمسم، رحت قدحتها على النار تديني ماده حافظه للكحك يقعد معايا فتره، ما يكمكمش، ريحته ما تغيرش، ما يبوظش مني خالص. دي كده بمثابة مادة حافظة أنا عملتها للكحك بتاعي، هيقعد معايا على يعني الكوباية دي اللي على السخن دي هتخليه تحفظه مدة أطول. تمام. وهنا بدأت أنزل ب4 كوبايات من السمنة على باقي كمية الدقيق. خلاص كده ان شاء الله تكون مقاديري واضحة وتكون لغاية هنا الدنيا سهلة وبسيطة ومش محتاجة صعوبة ان شاء الله بإذن الله. طبعا انا عارفة انا اتأخرت عليكم في الوصفات دي، بس بتمنى تسامحوني. بشكر كل متابعيني اللي بيشجعوني. بحبكم في الله وربنا يديمكم نعمة في حياتي. تعالوا نشوف هنعمل ايه كده بقى. هننزل كده نقول بسم الله. طبعا الدقيق بتاعي مش سخن خالص لان هي كوباية واحدة بس اللي انا اتحاها، انما حاطة 4 كوبايات من السمنة مش مقدوحين. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هبدأ ابث في العجين او ان انا الفه. في المرحلة دي انتي ما بتعجنيش خالص، بتبدأي تلفي ايديكي بحيث انك انتي تشربي كل الدقيق اللي موجود عندك ده الدقيق تشربيه السمنة. ما بتفضليش تعجني فيها. غلط، العجن غلط في الكحك بالذات. احنا بنبسه، يعني تاخديه بين ايديكي تفركيه يا اما تقلبيه.
تمام. في المرحلة دي ما بتعمليش اي حاجة غير الحاجتين دول. عندك عجان يستحسن، هيطلع لك نتيجة حلوة جدا، لكن بايديكي هتقدري برضو توصلي لنفس النتيجة اللي هيوصل لها العجان. واراهنك وهوريها لك بعد كده بعد شوية، يعني هنشوف النتيجة اللي هنوصل لها قد ايه هي عظمة. هتبدأي طبعا تلفي 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 في العجينة او تبسيها جامد جدا لغاية لما هتدوب معاكي. شايفين العجينة انا دايبة معايا ازاي؟ يعني حرفيا العجينة سايحة في ايديا. طيب انتي ما قلتلناش احنا على الكيلو هنحط قد ايه مادة دهنية او سمنة او كده. انتي على الكيلو هتحطي اقل حاجة 500 جرام، تقدري تحطي 600، تقدري تحطي 700 جرام على الكيلو من السمنة. كل ما كترتي السمنة كل ما الكحك بتاعك هيكون دسم وهيديكي نتيجة احلى واحلى. طيب انا هنا معايا كوباية من اللبن. انتي عايزة الكحك بتاعك ناعم خالص خالص، هتحطي نص كوباية من اللبن على الكيلو. لو انتي عايزة الكحك بتاعك وسط، ولا هو ناعم خالص ولا هو ده يعني، ولا هو خشن خالص، هتحطي زي ما احنا هنحط كده ان شاء الله بإذن الله، هنحط كوبايتين. يعني انا عشان بعمل 2 كيلو يعني هتحطي كوباية على الكيلو. لو انتي عايزة خشن خالص تقدري بعد كده تزودي المادة الدهنية زي ما انتي سوري بعتذر، المادة السائلة زي ما انتي عايزة. يعني كل ما هتزوديها كل ما هينشف معاكي الكحك اكتر واكتر. انما لو انتي عايزاه دايب خالص يبقى هتحطي نص كوباية على الكيلو. تمام. يبقى الكيلو هياخد منك نص كوباية، سواء مية سواء لبن سواء خض لو عندك بتاع السمنة البلدي. شوفي اللي عندك واللي هتعجني بيه، ده هتستخدميه منه نص كوباية على الكيلو لو انتي عايزاه دايب خالص، يعني اللي هو بصي اصلا ما يتمسكش. ولكن احنا مش هنعمله ولا خالص كده ولا ناشف خالص ولا طري خالص، احنا هنعمله وسط. يبقى هنحط كوباية على الكيلو. تمام كده. ان شاء الله تكون الدنيا واضحة معايا. هبدأ كده اقولك اللبن اللي انا حطيت عليه معلقة من النشادر، لا بعتذر حطيت عليه معلقة من الفانيليا، وحطيت عليه 5 معالق سكر، وقلبتهم كويس قوي. دوبت السكر في اللبن وبدأت أنزل بيه على العجينة. وطبعا استخدمت كوباية من المية تاني، يعني حطيت كوباية من اللبن وكوباية من المية، عملت خليط ما بينهم. انت تقدري تستخدمي اللبن بس، تقدري تستخدمي المية بس، وتقدري تستخدمي اي حاجة انت حابة تعجني بيها. تمام. وهبدأ برضو ان انا ادوب يعني او آه، اخفي اي ماده سايله اللي هو الميه بتاعتي اللي انا ضفتها او اللبن بتاعي. انا طبعا مش بعجن، انا ببسه بس برضو يا جماعه. وببدا هنا ان انا آه، ابس كده عجينه في ايديا وابدا اشوفها ان هي طريت ولا هي لسه مشققه معايا. لو فيها تشقيقه تاني فهي كده محتاجه ماده سايله تاني. تمام. وهبدا ان انا ابسه كويس قوي ان انا بحيث احس ان العجينه بتاعتي طريه خالص وما فيهاش اي تشققات. وشايفين الطراوه والخفيه اللي في الكحكايه. كمان لما تيجي تنقشيها تحسي ان الكحكه سهله معاكي كده وبتتنقش على طول، ما بتقعدش تغلبك وان هي فهماني. بس ده كده بتعرفي ان الكحك بتاعك ناجح جدا جدا جدا. وكل ما قلتلك زي ما قلتلك كل ما كترتي المادة الدهنية اللي هي السمنة بتاعتك كل ما هتديكي نتيجة احلى وكفاءة احلى. طيب انتي في البسكوت قلتلنا تقدروا تستخدموا زبدة. هل انا في الكحك عندي الاوبشن ده؟ لا للأسف الاوبشن ده مش موجود في الكحك. الكحك بيستخدموا له سمنة سمنة سمنة. ويا سلام لو استخدمتي سمنة بلدي صافي للكحك هيديكي نتيجة أعلى أعلى أعلى، هتروحي في مكان تاني. يعني بصوا فعلا فعلا هتبقى النتيجة عظمة جدا والله. طيب انتي بتعملي ايه دلوقتي عشان منتوهش منك؟ انا هنا معايا عجوة. تمام.
هبدأ كده احط لها معلقتين من السمنة بحيث ان انا اطريها، وبحيث ان هي تبقى طرية معايا جوه، يعني الحشوة دي جوه العجينة بتاعتي تبقى طرية. وهبدأ ان انا اعملها كور صغيرة. بعتذر منكم جدا. هبدأ ان انا اعملها كور صغيرة، بحيث ان انا احطها على قد العجينة بتاعتي او على قد الكحكاية بتاعتي على طول. ما افضلش ان انا انا وشغالة افضل ان انا اخد حتة واكورها والكلام ده كله. يبقى الحشو بتاعي جاهز على طول. وهنا معايا برضو ملبن، وبس الملبن بتاعي للأسف ما كانش أحسن حاجة. برضو لما نزلت عليه بمعلقة السمنة ما حسيتهوش ان هو يعني ماشي، هو طري وكل حاجة، بس اتفرفت زي ما احنا هنشوفه مع بعض كمان خطوتين. تمام، فما كانش احسن حاجة. لكن لما استوى الكحك، يعني انا للامانه كنت خايفه ان انا احشيه، لكن لما استوى الكحك نتيجته عظمه جدا جدا جدا. لكن للاسف انا راحت عليا ان انا اوريكم كحكايه محشيه. كل اللي فتحته معاكم ان هو كحكايه ساده، طبعا هنشوف الكلام ده كله في نهايه الفيديو. وهنا كده انا بدات ان انا خلاص اجهز الحشوه بتاعي. يبقى لا، انا العجينه بتاعتي او الكحك بتاعي اللي هيتشكل جاهز، وجهزت كمان الحشو. طبعا لازم تكوني متأكدة ان الحشو تجهيزاته ما بتاخدش معاكي وقت، بحيث انك انتي ما تسيبيش العجينة فترة طويلة من غير ما تستخدميها او ما تكوني استخدمتيها. تمام. هنا انا هشكل معاكم كده صينية، وهنشوف كده الاشكال اللي هنعملها مع بعض، ونشوف الطرق. وطبعا هنتكلم على التسوية وهنتكلم على كل التفاصيل. ما تستعجليش، هقولك كل الخطوات وكل حاجة انا عملتها. هنا كده جبت حتة من العجينة، شايفين العجينة بتاعتي طرية وسلسة معايا ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا انا حبيت ان انا اعمل الكحكة بتاعتي كلها حجم واحد، فانا ما عنديش ميزان، وما حبيتش ان انا اصعب الموضوع على متابعيني حبايب قلبي. فحبيت ان انا كده اسهله، وان انا اجيب كوبايه صغيره خالص زي ما انتوا شايفينها كده، وهبدا ان انا اخد بيها آه، الدايره بتاعتي بتاعت الكحكايه او الحجم بتاعي بتاع الكحكايه، بحيث ان تبقى كلها نفس الحجم. وبدأت كده ان انا اديها بس كده في ايديا قبل ما اشكلها، وفتحتها في النص وحطيت الحشوة بتاعتي وقفلت عليها كويس خالص. وبعد كده بدأت اشتغل بالمنقاش او بالطباعة، على حسب استخدامك وعلى حسب الشكل اللي انتي بتحبيه، وعلى حسب اللي انتي متعودة تستخدميه او تشتغلي بيه. انا طبعا هعمل معاكم الشكلين، عملت معاكم بالطباعة وعملت معاكم بالمنقاش. تعالوا نعمل كام شكل كده مع بعضينا بالمنقاش. آه يعني ندي شكل حلو للكحكاية بتاعتنا وهي محطوطة في اطباق التقديم بتاعتنا، يعني تديكي شكل عظمة جدا. نعمل واحدة مربعة وطويلة أو مستطيلة، نعمل واحدة مخرومة في النص، نعمل فرع شجرة، نعمل واحدة قلب. يعني بصي، يعني الكحك بتاعك والتشكيل ده بتاعك. لو ما عندكيش خلق تقدري تستخدمي البسطامة وتخلصي الموضوع في ثواني. لو انت عندك استعداد وعندك خلق، يعني انك انت تعملي اشكال وتنقشي، فتقدري تعملي الاشكال الحلوة اللي احنا بنعملها مع بعضينا دي كده. وكلها اشكال سهلة، لو انت حبيتي تجربيها هتلاقي نفسك في ثواني يعني بتعملي اشكال عظمة جدا. وانا هنا بدأت يعني احشي بالعجوة شوية وبالملبن شوية، وكمان هعمل معاكم فاضي شوية. يعني هعمل كم واحدة فاضيين وكم واحدة بالعجوة وكم واحدة بال- بالملبن. الصينية دي هتكون معايا خليط من الحشوات، او سادة وعجوة وملبن. انما باقي الصواني انا بحب ان انا اوحد الصينية. يعني مثلا الصينية دي كلها اعملها عجوة، الصينية دي كلها اعملها فاضية، الصينية دي كلها اعملها ملبن. انتي بقى براحتك، حابة تشكلي كله في صينية واحدة دي حاجة ترجعلك. حابة تعملي صينية فاضية وصينية محشية وصينية مش عارفة ايه، ده برضو حاجة ترجعلك. انا ما اقدرش اتدخل فيها وما اقدرش اقولك انتي تعملي ايه. طبعا احنا هنا خلاص بنشكل مع بعضينا كام شكل. تعالوا مع بعضينا كده نتكلم على تفاصيل التسوية قبل ما نشوف اللون العظمة اللي احنا هنطلعه من فرن البوتاجاز. خبيزي السنة دي كله في فرن البوتاجاز. آه يعني فعلا فعلا
باخد نتيجة حلوة جدا من الخبيز، وانا برتاح فيها جدا. يعني عموما لما بقى اخبز في فرن البوتاجاز بحس باني مرتاحة اكتر. هتبدأي تدخلي الكحك بتاعك طبعا على فرن حامية. وطبعا الكحك يا جماعة بننقشه وندخله على طول، ما بيحتاجش ان هو يتخمر ولا بيحتاج ان هو يرتاح فترة طويلة. تمام. هتبدأي انك انتي تكوني مشغلة الفرن بتاعك انتي وشغالة، لو انتي هتخلصي الصينية وتدخليها على طول. لو انتي هتستني لغاية لما طبعا تخلصي الكمية بتاعتك كلها حتى اللي تسوي، ففي اللحظة دي ساعتها تقدري تشغلي الفرن في اخر صينيتين انتي شغالة فيهم، بحيث ان تكون الفرن لحقت ان هي تسخن وتاخد درجة حرارة كويسة. لو انتي فرنك فيه درجات، فهتستخدمي الكحك او تسوية الكحك على فرن 200 درجة. لو انتي فرنك من غير تايم من غير يعني درجات او كده، فساعتها هتستخدمي اعلى حاجة في النار. تمام. بتشغلي من تحت بس، لا مش بتشغلي من تحت عالي، ومن فوق بتشغليه هادي جدا كأنه شمعة. بتشغلي الاتنين مع بعض، بس لما في حالة ان تكون الفرن بتاعتك اصلا سخنة من تحت، زي ما انتوا شايفين كده لونه عظمة 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 بجد، من فوق ومن تحت، والنتيجة تحفة. فاتح حبة ومحمر شوية للي بيحبه محمر، وللي بيحبه ابيض بحب ان انا اسيب كام واحدة. لو انتي مش حابة انك انتي تعملي الابيض والغامق ده، فساعتها تقدري انك انتي تلفي الصينية كذا مرة في الفرن، وتبدأي تخليها تستوي على كل الجوانب او تتحمر من كل الجوانب. وتقدري برضو انك انتي تخلي الحبة البيض دول في صينية تاني لوحديهم وتدخليهم تاني ياخدوا لون تاني مع بعض. الكحك بتاعي بيقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة لنص ساعة بس. الشواية ما بتفضليش مشغلاها طول فترة النص ساعة، الشواية بتشتغل معايا حوالي 10 دقايق بس، وبعدين بطفي. وبعد كده بسيب الكحك بتاعي يكمل سواه من تحت بس، علشان اتأكد ان النار من تحت خلت لي كل الكحكاية استوت. كمان في معلومة تاني، بحاول ان انا اسيب فرق بين كل كحكاية وكحكاية، بحيث ان هي تكون اخدت لون من كل الجوانب، ما تبقاش الكحكاية اللي جنبيها لازقة فيها فمخلياها ان هي مش عارفة تاخد لون من الجناب. وهنا خلاص كده حبيت اقولك ان انا بحفظ الكحك بتاعي او البسكوت بتاعي في العلب البلاستيك دي اللي زي اللي وريتها لك ام غطا، بحيث اني احفظها من اي نملة او من اي حاجة تروح لها. صدقيني بتقعد فترة طويلة جدا وبتحفظيها بجودة عالية جدا. يعني هاتي من العلب دي هتعجبك جدا جدا جدا. هنا بدأت ان انا اقدم الكحك بتاعي معاكم، ورشيت عليه سكر، وطبعا بتأكد ان مفهوش اي تكتلات. وكده يكون الفيديو بتاعي خلاص خلص. النهاردة وصفتي النهاردة خلصت، وهنبدأ نفتح واحدة مع بعض ونشوف قد ايه الكحك دايب ومتفرفت. يعني عظمة جدا، مش اللي هو بيكلكع في البق كده وتلاقيه لازق في سقف حلقك. صدقوني الوصفة عظمة جدا، لو جربتيها هتحبيها ومش هتعملي غيرها. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهاردة خلص، وسيبكم تتفرجوا على العظمة دي. بفكرك بالاشتراك واللايك للفيديو. بحبكم في الله، واسيبكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.